السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عايزة اقول لكم والله العظيم بتوحشوني، مش كلام بس بجد بتوحشوني. وكنت محتاجة ان انا اطلع واتكلم معاكم، لاني انا بصراحة انتوا وحشتوني وشغلي وحشني معاكم. بس معلش انا اتأخرت عليكم غصب عني، والله كنت بمر كده بحالة صعبة، شوية تعب على شوية اكتئاب، بس الحمد لله عدوا على خير. زي ما انتوا شايفين النهاردة قلت بس كفاية كده، ارجعي بقى لشغلك واطلعي من اللي انت فيه، وارجعي بقى لحبايبك. وبصراحة بجد وحشتوني جدا، وحشتوني بجد يعني. انتوا بقيتوا حاجة كبيرة في حياتي، ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. زي ما انتوا شايفين النهاردة هنعمل مع بعض روتين كده خفيف، يا رب يعجبكم. هنا بدأت ان انا افطر اول اليوم كده، وبعد كده هاشوف أنا هاعمل إيه النهارده من أول يومي. النهارده بقى عندي بقى دروس لأولادي وكده، فأنا قُلت بقى أقوم علشان أخلّص اللي ورايا بدري، بدري. زي ما أنتم شايفين كده قُمت طلّعت لحمة من الفريزر وسايباها كمان من بالليل، بس أنا حاطاها في التلاجة من تحت علشان تفُك كده وتبقى جاهزة من أول النهار. عندي برضه حبّة مواعين كده زي ما أنتم شايفين كده اللي فطرنا بيهم وكانوا طابعين من بالليل. وهنا بقى زي ما أنتم شايفين الreception بتاعي نضيف، بصراحة في أيام تعبي. أخت جوزي ربنا يكرمها يا رب ويجازيها خير، جات هنا عملت لي الفرش الشتوي، فرشت لي كل الشقة بصراحة. هنا أنا كنت تعبانة أيام ما هي فرشت لي بصراحة الشقة كلها. خلّيتها زي الفل، طلّعت البطاطين وفرشة الرُكنة، وكمان طلّعت الحافظات بتاعة السجاد. وهنا بقى زي ما أنتم شايفين يوم ما حبيت أعمل معاكم روتين، اليوم ما طلعتلوش شمس. مش عارفة، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. زي ما أنتم شايفين كده هي الشمس طلعت 5 دقايق فرّحتني، فطلّعت فيها البطاطين. بس مش مشكلة، أهم حاجة إن هُم اتهوّوا. دول بطاطين الأولاد. حبيت أهويهم كده برضه علشان يبقوا إيه، لو في أي ريحة من النَفَس ولا حاجة يطلعوا كده في الهوا. والحمد لله ما اتأخرتش عليهم ودخّلتهم علشان بعديها شَتِت، غرّقت الدنيا. وزي ما أنتم شايفين كل حاجة رايقة أهو، الreception بايت نضيف والأوض برضه كانت بايتة نضيفة. هنا بقى شايفين بقى الكارثة اللي حصلت لي امبارح، النيش كلّه وقع امبارح اتكسّر. ابني الكبير كان بيلعب هو وأخوه الصغير امبارح في الreception هنا، فدخل في النيش، فضرفة الإزاز دي كلّها وقعت عليه، بس الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، إن هو بس ما اتعورش في وشه ولا اتعور في رقبته ولا أي حاجة. أنا كنت خايفة بجد والله العظيم، بس الحمد لله هي عورت بس إيده. الحمد لله خد له 5 غُرز، والحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. بقى خلّوا بالكم من أولادكم، بالذات لو في شقتِك إزاز، بوفيه، نيش، أي حاجة، دولاب، تخلّي بالِك وتحرّصي. أنا والله الحمد لله والله كنت باقول له تعالَ هنا جنبي، بس يالّا ربنا رايد بكده الحمد لله. وبيلعبوا شقاوة عيال يعني، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. دخلت هنا أوضة المعيشة اللي إحنا بنقعد فيها وناكل فيها ونشرب فيها، فتحت كده البلكونة علشان برضه تتهوى وتدخّل الشمس. وأي نعم هو ما فيش شمس، بس هتغيّر الريحة وتغيّر النَفَس، وكمان هتهوّي الشقة. لازم في شمس ما فيش، لازم تهوّي الشقة إن شاء الله حتى لو ساعة في اليوم، علشان كده تبقى إيه، الشقة كده نفسها حلو وريحتها حلوة وما تبقاش مكمكمة وما تبقاش ريحتها وحشة. هنا دي باقول لكم دي الشِلَت اللي إحنا بنقعد عليها، يعني لمّا باذاكر لأولادي، بناكل، بنشرب. على السجادة هنا برضه طلّعت السجادة الشتوي الكبيرة دي، أنا مش بافرشها غير في الشتا. وهنا كانت حبّة غسيل، كنت غاسلاهم من امبارح ولمّيتهم من بالليل، بس بصراحة ما طبّقتهمش، قُلت أطبّقهم برضه أول ما أقوم من النوم. هنا بقى المكان اللي إحنا بنقعد فيه، أي نعم هي أوضة بسيطة كده، وكتكوتي أهو صاحي الحمد لله. ده كان نايم في أوضتي، علشان كده أوضتي ما هوّيتهاش، خلّيته لمّا يصحى. وأنا دخلت على الحمام حطيت دورة غسيل برضه، علشان كده لازم بقى أبتدي بالغسيل علشان هو هتشتغل مع نفسها، وأنا برضه إيه، أشوف ورايا إيه وهاجهّز إيه وهابدأ يومي إزاي، علشان النهارده أولادي الاتنين بنتي وابني الكبير عندهم دروس، فيومي يعني مشغول. هو يوم السبت ده بيبقى إيه، مشغول بالنسبة ليّا. زي ما أنتم شايفين كده خلاص أنا شغّلت الغسالة وحطيت لها المسحوق. هنا بقى أول ما تبدأ تشطف، هاحط لها الدوني أو المعطر اللي أنتِ بتستخدميه بعد ما تشطف، علشان أول ما تخلّص دورة الغسيل الأولانية، بعد كده هي هتبدأ تشطف.
او هتشطف يعني، وبعد كده ايه تحطي الدوني او المعطر اللي انت بتستخدميه. اهو هي خلاص كده وزنت الهدوم. لازم هنا الغسالة بتوزن الهدوم علشان تاخد كمية المسحوق وكمية المية المطلوبة. خلاص كده انا خلصت بقى ايه الغسيل بتاعي وحطيته وارتحت منه. وبعد كده هدخل على المطبخ. هنا بقى كنت هعمل ليمون مخلل، وبعد كده قلت ايه اخليه بس ايه يومين 3 وانا هنزل لكم الطريقة بتاعته علشان ما يضيعش منكم اي حاجة. وهنا اللبن اللي انا فطرت منه الاولاد. وزي ما انتم شايفين كده علقت على اللحمة جنب مني علشان برضو اسيبها مستوية، او حتى لو على الاقل نص سوا. انا سبتها هنا نص سوا ونزلت بقى ايه خلصت اللي ورايا ورحت السوق وجبت خضار ووديت بنتي الاول الدرس، كان ميعادها هي الدرس الاول. بقى بس انا قلت بقى لسه قدامي ساعة الا ربع ولا ساعة لازم انجز فيها كده. لازم انجز بقى في اللي ورايا، يعني ما تضيعيش نص ساعة ولا ساعة، ولا تقولي لما اجي من تحت ولا لما انزل الاول ولا لما اودي ابن الدرس ولا بنت الدرس الاول. خلصي كده انجزي، يعني لو انتي قدامك ساعة ولا اي حاجة انتي تكسبيها احسن ما تروح من وقتك. الوقت دلوقتي بالنسبة لنا غالي بالذات في الشتاء، لان الشتاء اليوم عندنا قصير. فهنا لازم تنجزي بقى وتخلصي كل حاجة. انا هنا غسلت حبة المواعين اللي كانوا عندي، دول الكوبايات اللي احنا فطرنا منهم وكمان بيهم قصدي. وكمان هنا كانوا في طبقين برضو غسلتهم. وخلاص كده الحوض فضي قبل ما بدخل على الغدا، والغدا بقى بيعمل مواعين فلازم بقى كل شوية هنغسل مواعين، فانا ايه افضي الحوض بتاعي اول باول. خلاص هنا خلصت بقى شطبت المواعين بتاعتي كده او الكوبايات، وسبت المطبخ بتاعي نضيف. وكمان علقت على اللحمه جنب مني. عايزه اقول لكم والله يا بنات انا ما كنتش اعرف ان انا هطبخ ايه، بس انا قلت اسلق اللحمه وربنا يسهل بقى اعمل لهم الاكل اللي هم عايزينه. جوزي بساله عايز تاكل ايه، قال لي والله لو لقيت لنا سبانخ هاتي. فقلت له طب احنا لسه واكلين السبانخ قريب. عيالي بقول لهم تاكلوا ايه، فقالوا يا ماما احنا عايزين ناكل باميه بالصلصه. فمش عارفه بقى اراضي الطرفين ازاي. فقلت مش مشكلة، يعني لازم ان انا اعمل لهم الحاجة اللي هم بيحبوها. سواء جوزي او اولادي طبعا، علشان ما ينفعش ان انا اعمل الاكل ومحدش حبه في البيت ومحدش ياكل. لا طبعا احنا بنعمل الاكل علشان كلنا ناكل ونستمتع كده زي ما بيقولوا. فهنا بقى ايه رحت عملت لهم زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو. كملوا معايا الفيديو وانت تعرفوا ان انا عملت ايه ورضيت مين. هنا خلصت بقى المواعين زي ما انتوا شايفين وشطبت كل المواعين وسبت المطبخ بتاعي رايق. هنا بقى ايه لبست بنتي وجهزت لها حاجتها. وكنت انا بقى بعد ما شطبت المواعين هنا لبست وجهزت بقى ان انا هودي بنتي الدرس وارجع بقى ادخل السوق وهوريكم السوق بتاعنا. وبصراحة أنا غرقت في السوق ده، كانت الدنيا بتشتي. وعايزة أقول لكم الأسعار والله هي غالية ومش غالية، في حاجات غالية وفي حاجات مش غالية. عايزة أقول لكم كيلو الطماطم كان في السوق النهاردة ب15 جنيه. يعني بالنسبة لنا برضو شوية بيطلع وشوية ينزل. فمش مشكلة بقى هنعمل ايه، احنا ما نقدرش نستغنى عنها واكلنا كله بالطماطم. زي ما انتوا شايفين كده خليت الحوض زي الفل. بصوا شايفين الحتة الصفرة دي في الرخامة، حاولت ان انا اطلعها، افتكرت ان انا بوظت الرخامة ولا حاجة، لا طلعت الرخامة دي مش من النوع الحلو او النوع الكويس، بتصفر كده من اقل حاجة. بس ان شاء الله يعني ندويها وباذن الله ربنا يكرمنا ونغيرها خالص. بس اديها مأديه الغرض وخلاص. غسلت الحوض بتاعي كويس علشان اول ما اجي من تحت او اول ما اجي من السوق وكل حاجه تبقى جاهزه معايا ان انا ابتدي في الاكل بتاعي. زي ما انتوا شايفين الشقه نظيفه، وحطيت دوره الغسيل وكمان كانت قربت تخلص قبل ما انزل. الغساله بتاخد معايا حوالي ساعه وربع ساعه ونص الدوره بتاعه الغسيل. وهويت الشقه وطلعت البطاطين. عايزه اقول لكم خليت البطاطين حوالي ساعه بس في الهوا ودخلتهم علشان الدنيا قلبت بشتاء عندنا. فهنا بقى زي ما قلت لكم كده انا جهزت وجهزت بنتي وخدتها ونزلت وديتها الدرس. ودخلت السوق وهوريكم برضو السوق كل حاجه على الطبيعه. برضو الناس هنا برضو ما شاء الله عليهم تعاونوا، يعني استأذنتهم قبل ما اصور وكله رحب بالموضوع. بس كانت في ناس مستغربة وانا ماشية في الشارع بيستغربوا ان انا بصور وكده. بس الحمد لله يعني ان هي عدت على خير. وعايزة اشكر اميرة حبيبتي، بقولك وحشتيني وبحبك في الله وبحبك جدا جدا. وبشكرك على الكلام الجميل اللي انتي قلتيه عندك في الفيديو، والله العظيم بحبك وكل اللي انتي بتبادليني بيه انا ببادلك بيه واكتر والله يا حبيبة قلبي. وتسلميلي على
على كلامك الجميل وذوقك، وما تحرمش منك ولا من الناس اللي بتسأل عليا. زي ما انتوا شايفين كده خلاص المواعين خلصت، واسيبكم بقى ايه في فيديو اللي هو بتاع السوق. هنروح السوق ونرجع مع بعض نشوف جبنا ايه. عايزه كيلو لو سمحت. ب5. 3 ب10. لكن ده ب5 حلو ده. 6.5 عندكم؟ لا هنا ب5 حلو اوي. اوزن كيلو لو سمحت. اوزن لي نص لو سمحت كده. بكام الخضرة؟ بكام الخضرة يا حاج؟ بكام يا حاج الرابطة؟ اتفضل يا حاج. هات يا ماما. خدنا كده 2. شكرا يا حبيبي. شكرا. ايه بقى ده؟ شكرا يا حاج. اوريهم بس الاسعار مش اكتر. اوريهم الاسعار. الدنيا بتشتي. والمصعب لما بتركب 10 ما فيهاش عزم. والله سبحان الله الناس بتدور عليه. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ عارفه بجد؟ عارفه بجد؟ ماشي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي وماله، ربنا يخليك يا رب. بكام السبانخ يا حبيبتي؟ ماشي. بكام البتنجان؟ عايز كام مني كيلو؟ بكام البتنجان لو سمحت؟ كيلو ونص بطن. ده بجنيه لو سمحت. ده بجنيه. جلدين 3 جنيه يلا. ماشي شكرا. خد 3 جنيه. جلدين 3 جنيه. خلاص يا بنات كده انا روحت البيت زي ما انتوا شايفين، وجبت كل الخضار اللي انتوا شايفينه ده. جبت حاجات كده بسيطة يعني كانت لازماني علشان منزلش تاني بالمرة. لما وديت البيت الدرس قلت اجيبهم بالمرة واسيبهم عندي في البيت علشان ما احتاجش ان انا انزل كل شوية. زي ما انتوا عارفين بقى الشتاء ما بحبش ان انا انزل كتير ولا اسيب اولادي، وبالذات ان انا ساكنة في ادوار عالية. فبخاف عليهم بصراحة، ومعايا ابن الصغير 3 سنين ونص او داخل في 4 سنين، بخاف عليه بصراحة. فانا قلت بقى وانا تحت اجيب حاجتي كلها واسيبها عندي، مش هتضرني في حاجه. زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم البطاطس الجديده طلعت ومنها 3 كيلو ب10 و4 كيلو ب10 اللي هي الصغيره دي اللي بتتحمر بتتسلق وتتحمر جميله جدا. بس انا جبت من القديمه بصراحه علشان القلي بحس ان الجديده بتبقى في القلي كده ان هي بتستوي بسرعه وبتبقى نيه من جوه. فانا حبيت اجيب من الجديده علشان بحسها يعني ان هي بتاع التحمير. وكمان جبت هنا برضو جبت لهم عنب وجبت لهم جوافة، وجبت هنا برضو حاجات اللي بالمرة من السوبر ماركت علشان منزلش تاني. جبت لبن وجبت جبنة وجبت كمان بيض بلدي علشان احطه في التلاجة. اي نعم عايزة اقول لكم جوزي وهو جاي بيجيب حاجات كتير زي كده، بس انا قلت برضو اجيب بالمرة ربما ينسى وكده. هنا بقى خرطت البصله بتاعتي، هعمل بقى الاكل الغدا. على بال ما هم يخلصوا الدروس بتاعتهم والمدرسين يتصلوا بيا ويقولوا لي اللي احنا خلصنا، فانا بقى انجز نفسي واعمل غدايا واعمل حاجتي اللي ورايا علشان لما انزل اجيبهم يبقى هم يجوا يتغدوا على طول، ما ضيعش وقتهم وكده. هنا بقى زي ما انتوا شايفين عملت كده 3 بصلات حلوين كبار. هنا زودت في كميه البصل لان انا هقسم الصلصه دي بالنص زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو. هنا حطيت
معلقتين سمنة بلدي، وكمان حطيت رشة فلفل اسود بقى حلو قوي مع البصلة، وكمان برضو طعمت البصلة بالملح علشان تبقى البصلة بتاعتي متطعمة وحلوة. هنا بقى كنت طفيت قبل ما انزل على اللحمة علشان ما اسيبش طبعا البوتاجاز والع وكده، فانا هنا اول ما جيت ولعت برضو تاني على اللحمة علشان اللحمة بتاعتي تكمل سواها، وهي خلاص كده بدأت تدخل في السوا اهو. هنا بقى زي ما انتم شايفين هجيب لها بس رشة ملح علشان خلاص هي دخلت في السوا. احنا عارفين طبعا اللحمة ما بنحطلهاش ملح غير لما تدخل في السوا، علشان لو حطيتي الملح في البداية اللحمة بتطول معاكي في السوا. هنا البصلة بقى احمرت وخدت اللون الكويس ده اللي انتوا شايفينه المصفر ده، وحطيت قبل ما انسى حطيت برضو معلقة توم مفروم بتدي ريحة حلوة قوي في التسبيكة. هي التسبيكة او التخديعة اللي احنا بنعملها للفاصوليا لللوبيا للسبانخ للبامية كلها بتبقى ايه صلصة واحدة. هنا كمان عملت لهم رز حبة وحبة زي ما انتوا شايفين. حبيت برضه انوع لهم في الرز، مش على طول رز بشعرية او رز ابيض، لازم كده تنوعي علشان يحبوا الاكل. رز مرة اصفر، مرة رز ابيض، مرة رز حبة وحبة كمان زي ما انتوا شايفين كده. نوعي في الاكل علشان العيال يحبوا الاكل. هنا بقى زي ما انتوا شايفين قسمت حل الصلصة بالنص، لان هنا زي ما انتوا شايفين عملت سبانخ علشان اراضي جوزي، وكمان عملت بامية علشان اراضي اولادي ويحبوا الاكل وياكلوه وما يقولوش لا. اي حاجه يطلبوها اولادك جوزك اعمليها، مش هتخسري حاجه. يعني ما تقوليش لا كفايه سباينخ، حد يضحك عليا يقول ايه ده الست دي عامله نوعين طبيخ احمر وكده. انا علشان اراضيهم اعمل اي حاجه. عايزه اقول لكم اهم حاجه ان انتي تراضي اولادك وتحسي ان هم بياكلوا مستمتعين بالاكل اللي هم طالبينه اي حاجه. وبعدين الحمد لله ان اولادك بيطلبوا خضار، يعني لما عيالك يطلبوا خضار انتي بتفرحي. في اولادي انا برضو بيعذبوني ساعات اعملي لنا ماما بيتزا، اعملي لنا ماما برجر، اعملي لنا ماشي احنا بنعمل بس مش على طول، لازم ندخل الخضار في حياتنا علشان زي ما احنا اتفقنا قبل كده الخضار مفيد لينا بصراحه، وبالذات الشتاء مليان كله خضار. فاحنا بقى ايه نستغل الشتاء ونأكل عيالنا خضار كتير. زي ما انتوا شايفين خلاص محدش يعيب على الحلل بتاعتي، اديني بقول لكم اهو. اي نعم هي الحلل الالومنيا دي قديمه عندي، بس انا بصراحه بستخفها قوي وبحس ان كده بتفكرني بريحه امي وريحه جدتي، بحب استخدمها مش عارفه ليه، يعني بحب اعمل الاكل بتاعي. هتعيبي على حللي انتي حره. اي نعم هي حله متكسره ومتدغدغه، بس انا بحب بصراحه ان انا اعمل حاجتي في الالومنيا. مش عارفه في ناس بتحب التجديد، انا عندي عايزه اقول لكم عندي التيفال وعندي الاستانلس وعندي الالومنيا، بس انا بحب اعمل بحسها كده بتنجز كده على النار. يعني بصي تسبكي وكل حاجه وهي ايه ما شاء الله ما بتاخدش سوا في الحاجه. يعني زي ما انتوا شايفين الغدا خلص اهو ما شاء الله. وكده بقى ساعة ما خلصت الاكل رحت جبت اولادي من الدرس وجيت بقى ايه غرفت لهم الاكل بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. عملت لهم سلطة خضراء وحطيت لها فيهم بنجر برضو، واللفت بتاعنا الجميل اللي احنا عاملينه في البيت. انتوا عارفين طبعا الشتاء يبقى لفت، يبقى ليمون مخلل، يبقى زيتون. المخللات بتاعتنا بتاعت الشتاء دي اللي بتحسسنا ان فعلا احنا في شتاء. وكمان عملت لهم البامية وغرفت لهم هنا الرز حبة بحبة، وحمرت لهم اللحمة كده نص تحميرة. ولما يجي جوزي بالسلامة ان شاء الله على الليل كده بعد ما يخلص شغله ابقى اغرف له السبانخ بتاعته وارضيه برضو، واعمل له برضو ايه اكلة حلوة زي ما انتوا شايفين كده واقدمها له بألف هنا. كده انا غديت اولادي واليوم جري بسرعة معاكم بصراحة، وكنت مستمتعة جدا. وبقول لكم بحبكم بحبكم ووحشتوني جدا جدا. وما تنسونيش بقى باللايك، الفيديو يستاهل لايك ولا لا؟ وكمان عايزة رأيكم في الروتين بتاع النهاردة. اي نعم هو روتين على السريع كده، بس انا حبيت اسلي وقتي واحس ان انا معاكم علشان انتوا وحشتوني بجد. ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم يا رب. ومن كل اللي سأل عليا بشكركم بشكركم، وبحبك يا أميرة، بحبك جدا يا حبيبتي، وربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك. يلا بقى قولوا لي رأيكم ايه في التعليقات في الفيديو ده او في الروتين ده، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.